تخيل كده فجأة يجيلك إشعار على الموبايل بتاعك بيقولك تم سحب مبلغ من حسابك البنكي أو تم تغيير كلمة المرور لحساب الفيسبوك بتاعك. والمصيبة إن أنت ما سحبتش أي فلوس من حسابك في البنك وما غيرتش كلمة المرور لحسابك على الفيسبوك. أنت يا صديقي كده وقعت ضحية لاختراق إلكتروني. في الفيديو ده هنتكلم عن الهاكر وهنفهم إزاي بتحصل الاختراقات وهتعرف إزاي تحمي نفسك منها، والأهم من ده كله إن في نهاية الفيديو هنعرف إزاي تتعلم مجال السايبر سيكيورتي وتدخل في عالم الهاكر. اولا عاوزين نعرف يعني ايه هاكر وازاي بيشتغل. بكل بساطة الهاكر هو اي شخص عنده القدرة على اختراق الانظمة الالكترونية، والانظمة دي ممكن تكون حسابات او مواقع او اجهزة. حسابات زي مثلا حسابك في البنك او حسابك على موقع زي الفيسبوك، والمواقع زي موقع اليوتيوب مثلا، والاجهزه زي الموبايل بتاعك او اللابتوب او اي جهاز الكتروني اكبر من كده. وكلمه اختراق المقصود منها ان هو بيدخل جوه النظام الالكتروني ده وبيدخل يعدل على المعلومات بتاعته وبيقدر يوصل لاي حاجه جوه الحساب زيه بالظبط زي صاحب الحساب الاصلي. يعني لو كان حساب بنكي يقدر يسحب الفلوس اللي عليها، ولو حساب على الانترنت يقدر ان هو يعدل اي حاجه فيه او ينشر اي حاجه، وكذلك لو جهاز الكتروني يقدر ياخد المعلومات اللي على الجهاز او انه يقدر يتجسس على صاحب الجهاز ده من خلال المايك او الكاميرا اللي متوصله في الجهاز ده سواء كان موبايل او كمبيوتر. وتاني حاجه هنعرفها وهي انواع الهاكر. الناس دايما مرتبط في ذهنها كلمه الهاكر ديت بالجرائم وسرقه المعلومات واختراق الحسابات والكلام ده كله، لكن الهاكر ده بيكون شخص عادي جدا ولكن عنده بعض المهارات الكبيره جدا في مجال البرمجة، فبيقدر من خلالها ان هو يوصل لثغرات في الاجهزة او الانظمة او المواقع ويخترق الاجهزة ديت. والهاكر ده فيه منه نوعين، مش كل الناس دايما بتبقى اشرار في مجال الهاكر. والنوع الاول من الهاكرز وهو الوايت هات هاكرز، ودول الناس اللي بيستخدموا مهاراتهم في البرمجة في حماية الاجهزة والشركات من الاختراق، وبيشتغلوا في مجال الامن السيبراني او السايبر سيكيورتي علشان يمنعوا الهاكر اللي من النوع الثاني ان هم يخترقوا الاجهزة او الشركات. وتاني نوع من الهاكرز وهو البلاك هات هاكرز، ودول اللي بيستخدموا مهاراتهم في البرمجة لاغراض غير قانونية او غير شرعية، زي مثلا ان هم يسرقوا بيانات الناس او ان هم يتجسسوا على اي شخص معين، ودول غالبا بيكونوا مطلوبين من الاجهزه الامنيه. طيب دلوقتي احنا عاوزين نعرف ايه هي اشهر الطرق اللي الهاكر بيستخدموها في اختراق الحسابات او في سرقه البيانات من الناس. واول طريقه هي الرسائل المزيفه. يعني بتوصلك رساله مزيفه من بنك او من موقع مشهور بيطلب منك انك تسجل بياناتك على الرابط اللي هو بعتهولك، وبمجرد ما تكتب الباسورد بتاعك بيكون خلاص بقى في ايد الهاكر. وتاني طريقه من طرق الهاكر وهي الهندسه الاجتماعيه، وفي الطريقه دي هو بيخترقك انت شخصيا. يعني بدل ما يخترق النظام اللي انت شغال عليه بيتلاعب بيك نفسيا عن طريق ان هو بيعرف انت بتفكر ازاي ويبعت لك رسائل معينه او يبعت لك اي دعوه لاي حاجه معينه علشان خاطر انت تكتب له معلوماتك بنفسك من غير ما تحس. وثالث طريقه من طرق الهاكر وهي الهجمات المباشره. هنا بقى الهاكر بيقرر ان هو يشغل دماغه ويحاول يكتشف كلمه المرور بتاعه حساباتك على الانترنت. يعني مثلا بيحاول يعرف تاريخ ميلادك او اي معلومات عنك موجوده على الانترنت ويحاول من خلالها ان هو يعرف كلمة المرور، وبيفضل يجرب آلاف وملايين المرات على حسابات كتير جدا لحد ما يوصل لان هو يخترق الحساب ويبقى كده وصل للي هو عايزه. واخر طريقة من طرق الهاكر هي الثغرات اللي بتكون في التطبيقات او المواقع الالكترونية. هنا الهاكر بيحاول يكتشف ثغرة في الموقع او التطبيق اللي هو عايز يسرق منه البيانات، والثغرة دي بتكون عبارة عن بعض الأخطاء البرمجية اللي بيقع فيها المبرمجين اللي صمموا الموقع أو التطبيق ده من الأساس. وطالما اتكلمنا عن طرق الهاكر يبقى لازم نتكلم عن إزاي تحمي نفسك من الهاكر. وأول حاجة علشان تحمي نفسك من الهاكر وهي الله يبارك لك اعمل كلمة سر ترضي ربنا. يعني ما يكونش عندك كلمة سر واحدة بتعملها لكل الحسابات، وغير كده إن أنت أصلا جايبها من تاريخ ميلادك أو من رقم موبايلك اللي هو أساسا مع كل الناس، لأن أنت كده بالشكل ده بتسهل على الهاكر إن هو يخترق الحساب بتاعك. وبالاضافه لانك عملت كلمه سر قويه، انك تفعل خاصيه التحقق بخطوتين اللي بتبقى موجوده في معظم المواقع الالكترونيه. وتاني حاجه علشان تحمي نفسك من الهاكر انك ما تفتحش اي رسائل غريبه تجيلك او اي روابط تتبعت لك، وخصوصا بقى الرسائل بتاعه شركه الاتصالات مثلا او شركه فودافون بتوزع رصيد ببلاش بمناسبه مش عارف ايه كده، او بمناسبه مرور 3000 سنه على انشائها بتوزع فلوس على الناس. مفيش اي حد عاقل يصدق الكلام ده. يعني مفيش شركه بتوزع رصيد ببلاش ومفيش اي شركه بتوزع فلوس على الناس ببلاش كده، فاكيد الموضوع ده بيبقى وراه حاجه تانية. بيبقى يا اما شخص عامل موقع علشان عايز يكسب من وراه الناس اللي هتدخل على الموقع فيكتر الزيارات للموقع،
يا اما في الغالب بيكون شخص هاكر بيسرق البيانات بتاعتك، فبمجرد انك تضغط على الرابط ده انت كده بتسلم نفسك للهاكرز. وتالت حاجه تعملها علشان تحمي نفسك من الهاكرز وهي ان كل التطبيقات اللي عندك على الموبايل او الكمبيوتر وكذلك نظام التشغيل بتاع الجهاز بتاعك تكون محدثه لاحدث اصدار، وده في الغالب لان احدث اصدار من انظمه التشغيل ومن التطبيقات بيكون اكثر امانا من الاصدار اللي قبله. وبالاضافه لكده كمان ان انت ما تحملش اي برامج من اي مصادر غير موثوقه، وتحمل البرامج من المواقع الرسميه المعروفه. واخيرا جينا لاهم نقطه في الفيديو كله وهي ازاي تبدا تتعلم الهاكر. وطبعا علشان احنا الهدف الاساسي من تعلم المجال ده هو حمايه الانظمه الالكترونيه، يبقى لازم نصحح المسمى بتاعنا وهو الامن السيبراني او السايبر سيكيورتي. والخطوات اللي انت هتمشي عليها علشان تتعلم مجال الهاكر هتكون كالتالي. اول حاجه هتتعلم اساسيات الشبكات علشان تفهم الانترنت ازاي بيشتغل. تاني حاجه لازم تتعلم وتفهم كويس نظام التشغيل اللي الهاكر بيشتغلوا عليه وهو نظام كالي لينكس. وتالت حاجه لازم تتعلم اساسيات البرمجه، ومن اهم لغات البرمجه اللي لازم تتعلمها في البدايه هي لغه البايثون ولغه سي. والخطوه رقم 4 هي انك تتعلم دوره مبادئ الهاكر الاخلاقي. والخطوه رقم 5 انك تجرب ادوات الاختبار الامني زي اداه ميتاسبلويت اللي بتساعدك في اكتشاف الثغرات اللي موجوده في الانظمه وده بيدربك على الاختراق، وكمان اداه الواير شارك اللي بتساعدك في تحليل الانظمه علشان تعرف ازاي تم اختراقها. واخر خطوه في تعلمك لمجال الهاكر انك تتمرن بشكل عملي على بعض المواقع زي موقع هاك ذا بوكس او موقع تراي هاك مي. واخيرا دلوقتي بقى عندك فكره عن ازاي الاختراقات بتحصل وازاي تحمي نفسك منها، والاهم من كده ازاي تبدا تتعلم مجال الهاكر. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.